فقد توزعت المواكب بين المحاضرات الإسلامية التي تشرح مبادئ وأهداف الثورة الحسينية إلى مواكب اللطم والعزاء، بالإضافة إلى مواكب الخدمة وتقديم الطعام والشراب، وكلها ينهل من كربلاء التضحية والفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قضاء الكحلة من الأقضية المتميزة في إقامة الشعائر الحسينية، حيث يمتلك أكثر من موكب، وهذه المواكب هي قديمة في قبل سقوط النظام، حيث أن هذه المواكب أسست في أربعينيات القرن الماضي. ولقضاء الكحلة لما له من ميزة من شخصيات مؤمنة، شخصيات مجاهدة، شخصيات قارعت النظام السابق، وأن قضاء الكحلة قدم أكثر من 150 شهيد في الحقبة السابقة. فهذه الشهداء لها أثر طيب في نفوس المواطنين في إقامة الشعائر الحسينية. وإقامة الشعائر الحسينية تمثلت في إقامة مآدب الطعام، وإقامة التعزية تشابيه واقعة الطف. وقضاء الكحلة من الأقضية المتفاعلة في قضية الإمام الحسين، حيث يمارسون هذه الشعيرة بكل جوارحهم، بكل ما عاشاه الإمام الحسين من معاناة في هذه الواقعة، من مأساة، من ظلم. تجلى هذا الظلم في يزيد بن معاوية، حيث قال الإمام الحسين: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد رسول الله. فانطلاقا من هذا القول يقوم أهالي قضاء الكحلة بإقامة الشعائر الحسينية والسعي للإصلاح تيمنا بابن رسول الله الإمام الحسين. ولقضاء الكحلة خصوصية كبيرة، حيث أن القضاء يقوم بإعداد مواكب طيلة العشرة أيام من محرم، ويقوم بإعداد كما أسلفت مآدب طعام يقوم بتوزيعها على الفقراء، ويقوم بمساعدة المحتاجين، واستلهام الدروس والعبر من هذه الواقعة الأليمة، والإلقاء بظلالها على حياة المجتمع وعلى تصرفات المواطنين وعلى سلوك المواطنين. فهذه الواقعة هي واقعة للعبرة وللعبرة وللاستلهام وللأخذ ما يمكن الاستفادة منه من موعظة، من تفاعل مع المواطنين، من حب يعني الإسلام السمح هو تجلى في هذه الواقعة. فقضاء الكحلة يتمتع بهذه الميزة أسوة بباقي الأقضية، ولكن له ميزة خاصة لاعتباره هو دأب على هذه الممارسات في أربعينيات القرن المنصرم. شكرا جزيلا. ميثم صبيح، رئيس مجلس قضاء الكحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي أنفسنا والعالم الإسلامي وشيعة أمير المؤمنين بذكرى استشهاد سبط رسول الله سيد شباب أهل الجنة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى أتباعه وأنصاره. أولا، الحسين خرج للثورة من أجل إقامة دين الله، من أجل أن يثبت الحق، من أجل أن يثبت الحق ضد الباطل المتمثل بدولة بني أمية. الحسين خرج لأغراض الإصلاح في أمة جده محمد. الحسين خرج لأجل أن يقيم العدل الإلهي في الأرض. هذا هو منهج الحسين، وعلينا أن نسير على منهج الحسين ونتبع كل الخطى التي سار عليها الإمام الحسين، وهو خطى الإصلاح ومنهج الحق، ونبتعد عن كل الممارسات والشعارات التي لا تليق بثورة الإمام الحسين، لا عن قريب ولا عن بعيد، ولم يكن لها أي سند في التاريخ، وكذلك لا يوجد لها أي، مجرد شعارات وجدت في الفترة الأخيرة من قبل بعض التيارات اللي ظهرت على الدولة الإسلامية، أمثال الشيخية وغير الشيخية منها. فالحسين هو منهج، وهو ثورة، وهو الطريق الصحيح. أما هذه الممارسات فإحنا ضد هذه الممارسات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع لطريق الحق. سلام الله على الحسين يوم ولده،
ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتم الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحسين ابن علي بن أبي طالب منار للحق ومنار للحرية، والحسين ضحى من أجل الإصلاح ومن أجل النهج الصحيح الذي سار به أبيه وجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويجب علينا نحن كشيعة علي بن أبي طالب عليه السلام نتبع هذا الإصلاح وهذا العدل الحقيقي لمنهج الإمام الحسين، ونتبع الطريق الصحيح الذي سار به الإمام الحسين من أخلاقه ومن دينه ومن ورعه ومن كل الأمور التي تتعلق بالإسلام. الإمام الحسين حقيقة لا ينتمي إلى طائفة معينة، وإنما الإمام الحسين ينتمي لكل الإنسانية في جميع أنحاء العالم، ويجب على كل العالم أن يتبع نهج الإمام الحسين، لأنه النهج الصحيح الذي ينبني عليه الإنسان الحقيقي، الإنسان الذي يجادل ويناضل من أجل الحق، هو الذي يتبع أخلاق الإمام الحسين ومنهج الإمام الحسين. ويجب علينا نحن كشيعة علي بن أبي طالب نتبع هذا النهج الصحيح الذي نهجه لنا وأسس لنا علي بن أبي طالب وثم الإمام الحسين وثم علماؤنا. ويجب على كل إنسان يتبع نهج الحسين بأخلاقه وبدينه وبورعه وبكل تصرفاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هكذا كانت الشعائر الحسينية في العالم، وها نحن الآن في قضاء الكحلاء نعزي العالم الإسلامي باستشهاد سيدي ومولاي أبا الأحرار سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، كل على مكانه ومكانته يخدمون ملبين لبيك يا حسين. قناة النور التابعة للمركز الثقافي الإسلامي في ميسان فرع الكحلاء.